We are back with what's going on with my baby's acne and rash. اولا انا عايزه اطمنكم ان ده اسمه حب الشباب الوليدي، وبيحصل في اول 6 اسابيع. ده حاله شائعه جدا في الاطفال، وما تقلقيش منها، هتروح لوحدها. طيب احنا لو ظهرت في ال6 اسابيع الاولى بنعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا ننضف وش الطفل بماء فاتر، وبعد كده لما تيجي تنشفي نشفي طبطبه، ما تنشفيش بان انتي تفركي. بعد كده ما تستخدميش اي صابون، ما تستخدميش اي منتجات لحب الشباب، ما تستخدميش اي حاجة ممكن تسبب له irritation او ان هي تسبب له حساسية او احمرار زيادة. وما تحطيش عليها اي نوع زيوت او اي نوع جل زي ما الام هنا عملت. طيب قبل 6 اسابيع والحالة شديدة جدا، ساعتها تحت اشراف الطبيب بنكتب له على هيدروكورتيزون نص بيستخدمه مرة في اليوم، او بنكتب له على كيتوكونازول كريم 2%، وده مضاد فطريات بيستخدمه برضو تحت اشراف طبيب، او بيستخدم ريسومايسين مضاد بكتيريا تحت اشراف طبيب برضو، وكلها مراهم بتبقى تحت اشراف طبيب الاطفال. طيب بعد ال6 اسابيع لا، هنا بقى لازم تروحي لطبيب الاطفال. ما تعتمديش على انك تعالجي الطفل في البيت وهو يحدد لك الحالة ايه وتمشي ازاي على العلاج.